بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القضية ديال السيد أحمد السكوتي التي تعرض حاليا أمام أنظار المحكمة الابتدائية بأكادير في إطار ملف جنحي من أجل الضرب والجرح الذي تعرض له من طرف السيد خليل تيزنيتي الذي يدعي أن صفته هو مسير فندق الموحدين حاليا مع شخص أجنبي مسمى ديمتريوس، بالإضافة إلى مجموعة من حراس الأمن الخاصين. هذه القضية هذه انبثقت على خلفيات معينة، وهي أن هذا السيد خليل تيزنيتي لما قدم إلى فندق الموحدين أراد أن يفرض سياسة أمر الواقع، وقام بذلك بإغلاق باب حديدي منشأ على الملك العام بدون ترخيص وبدون سند قانوني. هذا الباب إلى رجعنا لمجموعة الوثائق، عندنا واحد الوثيقة اللي عبارة عن محضر معاينة أنجز من طرف المفوض القضائي إبراهيم عفيف بتاريخ 18/6/2013 تيبين هذا المحضر. هذا جاء فيه أن موقع أسفل السيد إبراهيم عفيف مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بأكادير الكائن بعنوان كذا، بناء على الطلب الذي تقدم به السيد سكوتي أحمد صاحب المحل التجاري الكائن بشارع 20 غشت أمام الباب الرئيسي لفندق الموحدين من أجل الانتقال إلى فندق الموحدين بالعنوان إعلاه ومعاينة وجود أو عدم وجود باب حديدي بمدخل السيارات. وبناء على الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون 81/03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، يشهد المفوض القضائي المذكور أعلاه أنه انتقل يوم 6/6/2013 إلى العنوان إعلاه وأنجز محضره، بحيث عاين أنه لا وجود لباب حديدي بمدخل السيارات بفندق الموحدين أكادير، وأرفق محضر معاينة هذا بصورة فوتوغرافية توضح عدم وجود هذا الباب هذا. إذن هذا الباب من سنة 2013 لم يكن منجزا بالمدخل ديال فندق الموحدين. بعد مجيء إدارة الفندق قامت بكتابة المصالح البلدية أكادير من أجل إنجاز حاجز أوتوماتيكي. البلدية الأكادير سلمت ترخيص مؤقت بإنجاز هذا الحاجز الأوتوماتيكي، غير أن هذا الإدارة ديال الفندق آنذاك استغفلت المصالح البلدية فقامت بعوض إنجاز الحاجز الأوتوماتيكي على المدخل ديال المؤدي إلى مكان ركن السيارات بالملك العام بفندق الموحدين، استغفلت المصالح البلدية وقامت بإنجاز باب حديدي يتم فتحه عن طريق جره يمينا ويسارا. هذا الباب لما أنجز وهو مخالف لمضمون الرخصة التي سلمتها المصالح البلدية، كاتبت البلدية بشأنه إدارة الفندق لإزالة هذا الباب جملة وتفصيلا، وبذلك ألغت الترخيص الذي خول لإنجاز الحاجز الأوتوماتيكي. الإدارة ديال الفندق لم تمتثل للقرار ديال البلدية بإزالة ذاك الباب الذي أنشئ بدون ترخيص وبدون سند قانوني. قامت آنذاك المصالح البلدية بمكاتبة السيد وكيل الملك بشأن المخالفة ديال إدارة الفندق لقانون التعمير بهذا الخصوص، وبناء عليه تم إجراء معاينة من طرف تقنيي البلدية وضبط المخالفة، وبناء عليه كذلك تمت مكاتبة السيد والي جهة سوس مسا ضرعا عملت أكادير إدوتانا في هذا الشأن الذي أصدر أمرا بالهدم هذا الباب لأنه مخالف لضوابط قانون التعمير. هذا القرار صدر بتاريخ 2/8/2013، بلغ إلى إدارة الفندق، غير أن تلك الإدارة وقد منحت أجل 15 يوما للهدم على تحت مصاريف وتحت مصاريف تحت طائلة القيام بالهدم من طرف مصالح البلدية. بقي هذا الأمر بالهدم معلقا منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا، وبقيت إدارة فندق الموحدين تفرض سياسة أمر الواقع وعدم الامتثال للأوامر الولائية. هذا الباب هذا هو الذي جرى مجموعة من المشاكل وجرى مجموعة من القضايا التي
أدت بالسيد خليل تيزنيتي الذي يدعي في محاضر قانونية منجزة من طرف الدائرة الأمنية أنه يمثل إدارة فندق الموحدين حاليا عن طريق تسييره ابتداء من شهر أكتوبر 2015. ادعى أن هذا الباب هذا، وقام حاليا بإغلاق تام لهذا الباب، وتبعا لذلك وعلى أساس أن الإغلاق التام لهذا الباب أضر بمصالح موكلنا السيد حمد السكوتي، فقام بمجموعة من الاعتصامات ومجموعة من الكتابات للسيد والي ولاية أكادير، السيد رئيس المجلس البلدي، مجموعة من المصالح كتبها موكلنا بخصوص عدم قانونية هذا الباب وضرورة تنفيذ الأمر بالهدم. تطورت القضية وتطور مجراها عبر ممارسة العنف، عبر ممارسة العنف بواسطة السيد خليل تيزنيتي وأعوانه في حق موكلنا. وكان بتاريخ 1/10/2015 أن عرضوه للضرب والجرح، أنجزت على إثره شهادة طبية تم إدلاء وفقت بشكاية موكلين لدى الضابطة القضائية. فاستمع للجميع في إطار محاضر قانونية، وكذلك استمع للشهود. هذه المسطرة كانت موضوع تقديم أمام السيد وكيل الملك الذي أصدر قراره بالإحالة الفورية على المحكمة للطرفين. المحكمة بعد أن أحيل عليها الملف في إطار الجلسة الأولى قمنا بتأخير الملف لإعداد الدفاع، في حين تقدم دفاع المتهمين السيد ديمتريوس والسيد تيزنيتي تقدم بملتمس إحالة موكلنا على الخبرة. المحكمة أخرت الملف لتمكين دفاع الطرفين من إعداد الدفاع، وكذلك قامت بحجز الملف للتأمل في طلب الإحالة على الخبرة. بتاريخ الجلسة ديال 26/10/2015 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإرجاء البت في طلب ديال إحالة الضحية على الخبرة، واستمرت في مناقشة الملف. هذه الجلسة التي عرفت شنآن بين دفاعي الطرفين، حيث تمسك الدفاع السيد خليل تيزنيتي بطلبه الرامي إلى إجراء خبرة على موكلنا، في حين عرضنا في هذا الطلب لسند قانوني، وهو أن المحكمة سبق أن حجزت هذا الطلب للحكم فيه، وأصدرت بتاريخ 26/10 حكما تمهيديا يقضي بإرجاء البت فيه إلى حين بروز ما يبرر ذلك أثناء المناقشة. على هذا الأساس تقدمنا نحن بدورنا بطلب يرمي إلى إحالة الضحية الذي يزعم أنه تعرض لصفعة من طرف موكلنا، مدليا بشهادة طبية أمد العجز فيها 12 يوم. تقدمنا نحن بدورنا بطلب إحالته على خبرة مضادة، كما تقدمنا وفق أحد زملائنا الذي ينوب إلى جانبنا في الملف. تقدمنا بطلب الاستدعاء المفوض القضائي لبيان مجموعة من النقاط حول المحضر المعاينة الذي أجراه دون التثبت من هوية السيد السكوتي أحمد، دون أخذ بيانات بطاقة تعريفه الوطنية، دون ذكر لأوصافه. كل هذه المسائل تقدمنا بطلب أمام المحكمة لاستدعائه لاستفساره حول هذه النقاط. إلى جانب هذه المسائل كلها، عرفت الجلسة مناقشات بين دفاع الطرفين انتهت بتأخير الملف لإعداد الدفاع من قبلنا بعد أن تقدمنا بشهادة طبية أمد العجز فيها 8 أيام. بناء عليه أخرت المحكمة الملف لتمكيننا كذلك من إعداد الدفاع ولتمكيننا من إحضار موكلنا الذي لم يستطيع ولم يقوى على الحضور أمام المحكمة نتيجة مضاعفات الصحية التي شهدها.
جراء الضرب الذي تعرض له من طرف المشتكى بهما. من خلال هذا قام موكلنا بعدة اعتصامات أمام محله، وبواسطة لافتات وكتابات وشعارات وصور لرموز الدولة المغربية. كما قام أيضا من خلال المجموعة المهنية لمكاتب الصرف لأكادير والجنوب، هذه الأخيرة أصدرت بيانا في إطار موضوع ملتمس التدخل لرفع الحيف وتطبيق القانون، تقدمت به إلى السيد مدير الوكالة الحضرية لأكادير من أجل إنصاف السيد حمد السكوتي. كذلك في نفس السياق وفي نفس الإطار هناك خبرة قضائية قام بها موكلنا في إطار الأوامر المبنية على طلب، تثبت وتبين أن المحل الذي يكتريه من فندق الموحد، جزء منه من فندق الموحدين وجزء آخر من المصالح البلدية بصفتها المسيرة الأملاك الجماعية. هذا المحل تثبت هذه الخبرة التي أنجزها السيد بوعراب عبد الله أن هذا المحل لا يقع إطلاقا داخل فندق الموحدين حسب ما تدعيه إدارة الفندق، وإنما يقع أمام الباب الرئيسي لفندق الموحدين، ويفصل بين الباب الرئيسي وهذه المحلات طريق عمومية توضحها الصور التي ندلي بها أمامكم. هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الثانية، وهذه الصورة الثالثة. وهذا هو مضمون الخبرة القضائية التي أنجزها السيد بوعراب عبد الله، حيث جاء فيها أنه تنفيذا للقرار الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 14/5/2015 والقاضي بتعيين للقيام بإجراء خبرة قضائية قصد تحديد موقع المحل الكائن بشارع 20 غشت أمام الباب الرئيسي لفندق الموحدين أكادير من مكان الفندق، والفرق بين موقعهما، وإعداد تقرير لذلك للملك موضوع الطلب حسب الملف المشار إليه أعلاه. يسترسل السيد الخبير بقول أنني السيد بوعراب عبد الله الخبير المحلف لدى المحاكم مكلف قضائيا بالمهمة، توجهت إلى عين المكان يوم 19/5/2015 على الساعة 12 زوالا، وفقة المعني بالأمر السيد حمد السكوتي الحامل بطاقة التعريف الوطنية، ودلني على موضوع الطلب. وبعد طوافي به يمكنني أن أعطي توضيحات للمحكمة الموقرة كما يلي. الوصف أعطى وصفا إجماليا بحيث جاء في تقرير خبرته أن الأمر يتعلق بملك يتكون من أجزاء. الأول محل يستغل في صرف العمولات كمكتب للصرف، والمحل الثاني عبارة عن متجر لبيع الملابس والأدوات التقليدية وبيع السجائر، والمحل الثالث يستغل كمكتب كبناية متصلة تقع بشارع 20 غشت قبل فندق الموحدين بأكادير، كما يتبين من الصور الفوتوغرافية الملتقطة أثناء المشاهدة المرفقة بهذا التقرير. تحديد الموقع ديال الفندق الموحدين يقول السيد الخبير بعد اطلاعي على وثائق الملف وطوافي بالعقار المقصود وتعرفي على منطقة تواجد الفندق المقصود، يتبين أن المحل المقصود يقع أمام الباب الرئيسي لفندق الموحدين وخارج بناية الفندق، ويفصله عنه طريق معبد، وبجانب موقف السيارات كمحل مستقل يقع خارج بناية الفندق المذكور، كما يتبين في الصور الفوتوغرافية الملتقطة أثناء المشاهدة. وبه ختم هذا التقرير، وأفق هذا التقرير بصور تبين الوضعية ديال المحل، وكذلك تبين الوضعية ديال الفندق الذي فندق الموحدين وبابه الرئيسي. إذن جملة وتفصيلا هذا الملف كان معروضا أمام القضاء تجاري، على اعتبار أن إدارة فندق الموحدين والشركة المالكة لفندق الموحدين
الشركة المالية لأفريقيا بالاس تزعم أنها قد منحت لموكلين هذه المحلات التي تحدثت عنها الخبرة في إطار تسيير حر، والذي عجزت عن إثباته هذا التسيير، في حين أن موكلنا أثبت بمجموعة من الوثائق صادرة عن إدارة الفندق أن الأمر يتعلق بمحل تجاري يخضع في إطاره لمقتضيات الظاهرة 25 ماي 1955 التي تنظم العلاقة الكرائية بخصوص المحلات التجارية. أن الأمر صدر في شأنه عدة أحكام لفائدة موكلنا أثبتت كلها أن الأمر يتعلق بعلاقة كرائية تجارية وليست سير حر. المحكمة بعد إصدارها لهذه القرارات لفائدة موكلنا، هذه الأحكام لم طرق إطلاقا الإدارة الحالية لفندق الموحدين، مما دفعها إلى اختلاق أمر الواقع، وهو إغلاق لكل الباب الموجود أمام المدخل الرئيسي لركن السيارات بالفندق الموحدين، وبالتالي جر جميع هذه المساطير الجنحية فقط لفرض سياسة أمر الواقع أمام موكلنا وسلبه من محلاته التجارية التي هي تعتبر مصدر رزقه الوحيد لعائلته ولمجموعة من العائلات التي تتجاوز 13 عائلة. موكلنا تصدى لهذه الأساليب الغير الأخلاقية والغير القانونية التي قام بها المدير الحالي لفندق الموحدين حسب ادعائه السيد خالد التزنيتي، ولم يثبت بأي موجب إلى حدود هذا الشريط أنه فعلا لديه أي تمثيلية لإدارة فندق الموحدين. كل هذه المعطيات تطورت وتتطور بوتيرة سريعة، وأن الرأي العام الوطني وكذلك الصحافة المكتوبة والمقروءة والمسموعة والإلكترونية تتابع هذا الملف باهتمام بالغ، وموكلنا وجميع الذين يؤازرونه يناشدون السلطات للتدخل لإنصافه من خلال رد الأمور إلى نصابها بهدم الباب الذي يشكل مصدر القلق ومصدر هذه النزاعات الجنحية والمدنية والنزاعات الجانبية. إذا ما استجابت السلطات المحلية لطلباته بتنفيذ أمر بالهدم الذي صدر منذ سنة 2013 فإننا باعتقادنا سيتم وضع حد لهذه النزاعات بشكل كلي. وبه نختم هذا اللقاء.